تعالوا نعمل عجينة سمبوسة ناجحة جدا ومورقة وبتطلع خطيرة في البيت. هنحتاج 5 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار من الزبدة، ومعلقة زيت، وهنقلبهم كلهم مع بعض. معانا بعد كده كوباية مية دافية، هننزل بالتدريج ونعجن كويس جدا جدا في العجينة دي لحد ما العجينة تلم معانا بالشكل ده. هنفردها ونقسمها ل10 كور بالتساوي، ونغطيها ونسيبها ترتاح قبل ما نشتغل فيها لمدة نص ساعة. بعد كده هنرش الكاونتر اللي هنشتغل عليه بالدقيق والنشا، ونبتدي نشتغل في اول 5 كور. هنمسك واحده واحده كده بالراحه ونبتدي نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وما بين كل طبقه والتانيه هندهن طبقه من الزبده والزيت مع رشه بسيطه من الدقيق والنشا، عشان ده هيساعدنا انها تفك معانا بمنتهى السهوله. بعد كده هناخد الكميه اللي عملناها ونرجع نفردها تاني بالنشابه، وحاولوا تخلوها على شكل مستطيل والسمك بتاعها يبقى رفيع. وبعد كده بقى هاتوا اي صينيه فرن، اقلبوها على ظهرها وحطوها على نار هاديه جدا. حطوا عليها العجينه اللي عملناها على كل جنب دقيقه واحده بس. اول ما تطلع البابلز دي كده يبقى جاهزه. بعد كده بقى هنقطعها لشيتس متساويه، وبعد كده فكوها بالراحه جدا، هتلاقوها اتفكت معاكم بمنتهى السهوله. حضروا الحشوات بعد كده اللي انتوا تحبوها، احشوا بيها السمبوسه ولفوها وحطوها في اطباق وشيلوها في الفريزر، تبقى جاهزه عندكم على الاستخدام على طول ان شاء الله في رمضان. عايزه اقول لكم انها بجد خطيره، جربوها وبالف هنا.